أصبح كالمرحاض الذي يذهب إليه كل مزنوق ليقضي حاجته، حتى صار شيخ ضلالة بل شيخ زريبة. القحبة الفاجرة، جمجمة ضيقة مستطيلة، داعية الفاشق فمه الدائمة أو الداعية المفشوخ، وامرأة قحبة وقد أمسك بفخذيها من أمام. مؤخرة الراقصة فلانة أهم من مقدمة ابن الصلاح. قل للست الوالدة المعلم بيسلم، وسأتشرف بزيارتك إذا انتصف الليل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيقطع لساني وتبتر يميني وتزهق روحي، ولا أكون سببا في فتنة تمس ذرة من تراب أرضك يا مصر. مصر أرضي وسمائي، مصر نيلي ومائي، مصر نفسي وهوائي، مصر ضحكي وبكائي، مصر يأسي ورجائي، مصر واحاتي وصحرائي، مصر حبي وعشقي وهواي ودمائي. فيقطع لساني وتبتر يميني وتزهق روحي، ولا أكون سببا في فتنة تمس ذرة من تراب أرضك يا مصر. حب الوطن غريزة في كل كائن حي، فهي تبني أوطانها، تأوي إليها وتدافع عنها، والأسماك منها مهاجر يقطع البحار سباحة ثم تؤوب بعد إلى أوطانها، والطيور منها مهاجر يقطع نحو 1000 ميل فوق مياه البحار، ثم تعود إلى وكناتها، إلى أعشاشها، وتأوي إلى أوطانها. والحيوانات تألف مواطنها وتدافع عنها وتأوي إليها، حتى الحمير تألف أوطانها. ولاحظنا جميعا كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم ما حدث، وقامت بالاستهزاء والسخرية والتشفي من الدكتور رسلان كونه من مؤيدي الدولة الوطنية. مولانا الشيخ سعيد رسلان يعني كان حصل برضو لغط في هذا الموضوع، عايزين توضيح الموضوع من حضرتك. بيقول انه الشيخ رسلان انسان اخر غير الذي تحدثت عنه، فهو انسان بمعنى الكلمة وطيب القلب، والذي يكلمك هو جار له ومسيحي كمان. سأذكر مواقف للشيخ رسلان. 1. ساند قرار بناء الكنيسة وقال قوله الشهير: يا ريت تبنوا كنيسة تليق بأبناء سبك. أنتمي إلى جيل لا يردد كل صباح في أفنية المدارس في ربوع المعمورة حرسها الله رب العالمين، يردد كل صباح: بلادي 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 لك حبي وفؤادي. فعرفنا معنى كلمة بلادي. حفظ الله مصر. اللهم احفظ وطننا، اللهم احفظ وطننا، اللهم احفظ وطننا، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.